في واحد يقول لك ايه، انا يعني اللي هو بيسموه ايه، توهم علاقه الحب. يعني انا في التلفزيون دايما هو ايه الحب؟ خلفيه بيضه، ستاير بتطير، واحده شعرها بيطير طول الاعلان واقف كده، يعني هو طاير ما بيلف على طول، يعني هو ما بينزل قانون الجاذبيه بقى شغال في الاعلان خلاص. واحد ليه ملامح اوروبيه، طب انت حضرتك جبنا الست دي، انت ملامحك الاوروبيه هتيجي منين؟ مش هتيجي ملامحك الاوروبيه دي خلاص. وتحس ان في عطور في الجو، هو ده فين اللقطه دي؟ هتبقى في البيت فين؟ يعني فين البوتاجاز، فين مروحه المطبخ، فين يعني اللقطه دي هتيجي في حياتكم امتى؟ مش هتيجي خلاص. او لقطه اللي هو جاي لها وهي لابسه فستان ابيض كبير وورده مش موجوده في مصر كبيره قوي الحمراء، وورده في ميدان عام، ما عندناش ميادين يصلح فيها ده، لا الاوبرا ولا العتبه ولا عباسيه، ما فيش اي ميدان. مش لو هي عندها الرغبه وانت عندك الرغبه هتلاقي سواق الميكروباص او التوك توك في الغالب قتلك وانت بتديها الورده، مش هيحصل، انسى الكلام ده خلاص. فننزل للواقع. طيب اذا ما احنا هنحب بعض ازاي يا سيدي؟ مش هو دي صوره الحب، مش هي دي صوره الحب. الحب ده يعني وان كان انفعال عاطفي، بس انفعال يعني ايه؟ يعني للمفاجاه، يعني ما بيجيش حب حقيقي غير الالف الود والمحبه والممارسه، هي دي الود بيجيب حب. لكن صعب جدا يكون حب بدون ود او بر او احسان. عشان كده كتير جدا الزواجات اللي احنا قلنا 88% من النسبه دي لما اتجوز اكتشف ايه؟ هو اصلا ما حبوش بعض. ليه يعني ما حبوش بعض؟ هو انا احبه ليه؟ يعني الواحد بيحب امه او ابوه. عشان كده رب العزه ايه؟ ما لا يشكر الله ما لا يشكر الناس. ليه الواحد لو هو انسان طبيعي وفطري وسوي وبتاع، غالب الناس المفروض مقبولين على شكر ابائهم وامهاتهم. احنا بنقول ان هم خلفونا على الاسلام، ان هم حامونا واحنا صغار. ده في الاخر بيخلي الواحد ايه؟ اللي هي طاقه مهوله جدا من طاقه ايه؟ نتيجه الود او نتيجه الاحسان، هو دي. عشان كده في واحد يجي مثلا يختلف مع مراته وبتاع والامور تبقى صعبه جدا، ويجي حد يعني الامور تتازم ويلاقوه يقول ايه؟ لا بس برضه لا ان شاء الله يعني عادي امور تمشي بتاع. ايه السبب؟ يقول لك يا رصيدها عالي جدا عندي. ايه السبب؟ يقول لك والله اكلتني وشربت. إيه ده؟ هو ده الحب؟ لا، مجموع دول. ما هو مش ممكن واحد يتحمل سخافات انسان ومشاقه وبلاياه ومتاعبه الجسمانيه والنفسيه ويقبله وهو غضبان وهو راضي وفي كل ده، الا لو كان ليه طاقه شعوريه ونفسيه انه يقبل، اللي هو طاقه حب الاب وحب الام وبتاع. بس ده حب من نوع اخر خلاص، اللي هو بيبقى ناشئ عن الود او العلاقه. مش هو اصلا احنا حبينا بعض فاحنا هنعامل بعض كويس، لا انتم ما حبيتوش بعض الاول لان انتم ما تعرفوش بعض.